السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا ببتسم عشان انا متعوده ابتسم، انما انا من جوايا واخده على خاطري منكم قوي الصراحه، لدرجه ان انا موقفه تصوير بقالي تقريبا شهرين او 3 شهور. السبب فيديو على القناه بعنوان نصائح للزوجة التانية. ليه عملته مع اني مش المفروض خالص ابرر انا عملت اي حاجة ليه، بس انا عملته. كان في قبله فيديو بكلم فيه اللي بتكلم راجل او اللي على علاقة براجل متجوز في السر ومفيش بينهم اي جواز ولا اي حاجة رسمية. يعني بكلم الشخصية دي وبقول لها 1 2 3 ويا بنت الناس انتي تستاهلي حاجة احسن من كده، وسيب الراجل لولاده وبلا بلا بلا، وكل اللي انا عايزة اقوله قلته في الفيديو ده. فالناس زعلت مني وفكرت ان انا ضد الجواز التاني وان انا بقول كده ورافضة ان الراجل يبقى له زوجة تانية يعني اتصدمت لما لقيت كده. فقلت لهم عربون صلح مني عشان تعرفوا ان انا رافضه ان حد يتكلم في شرع ربنا، او الزوجه التانية اللي داخله بكرامتها بيت ومتصانه فيه والناس كلها عارفه ان هي موجوده في حياه الراجل، والزوجه الاولى عارفه. انا مش بهاجمها خالص، بالعكس ده انا جايه اقدم لها نصايح. نسكت؟ والله ما نسكت ابدا، احنا شعب حلو قوي بنحب، مش شعب مصر بس، العالم العربي كله. جايين لي في الفيديو بتاع نصايح للزوجه التانية ويقولوا لي انت بتشجعي على الجواز التاني. لا اله الا الله، انتوا عصبتوني. اجيلكوا كده تقولي كده انت كده انت ضد؟ لا بتشجعي. انا لا ضد ولا بشجع ولا انا ليا راي في شرع ربنا اصلا. ينفع حد يروح يقول لحد انت ايه رايك في الصلاه؟ ايه رايك في الصوم؟ يعني ايه رايك؟ انا مالي انا ما فيش اي جمله في الفيديو بتاع نصائح للزوجه التانية بقول يا ريت يا جماعه تتجوزوا تاني، يا ريت اللي قدامها فرصه تبقى زوجه تانية تعمل كده، اطلاقا اطلاقا. انا عايزه اقول لكم ان زيكم اتفاجئت ان في كميه كومنتات رهيبه. بالفعل هي زوجه تانية بقالها سنه واثنين وثلاثه وعشرة كمان، دي حياتها. يمكن في مصر عندنا الموضوع ما بيبقاش يعني ما بيبقاش منتشر قوي، انما اكتشفت بلاد زي الجزائر وتونس والمغرب ده بقى عندهم طبيعي جدا. انا اتفاجئت زيكم بالظبط. فانا بكلم اللي خلاص خدت قرار وخلاص عايشه في القصه دي، وبقول لها تحاولي تظبطي حياتك ازاي. انا جمهوري كل نساء العالم العربي، انا مش بكلم فئه معينه، لا بكلم زوجه اولى ولا تانية، انا بكلم اي امراه. واي حاجه بتطلب مني او بشوفها فيها مصلحه للي هيتفرج بقولها. ليه اكتم علم؟ زكاه العلم تبليغه. انا واحده الحمد لله شغفي العلاقات وبقرا في العلاقات وباخد كورسات وعارفه معلومات كتير الحمد لله، مش من جهه معينه، من كذا جهه. فعايزه افيد الناس بيها. تقوموا تطلعوا تهاجموني وتقولوا اللي بتشجع على الجواز التاني اهو. وواحده تانية مكلماني دي جنتني. هو حضرتك زوجه تانية عشان كده عندك خبرة في الموضوع؟ لا اله الا الله. مواضيعي في القناة لا تعبر بأي شكل خالص عن حياتي الشخصية. انا هقول رايي بس في القصه دي، رايي صغير خالص. ان انا واحده من الناس ما اقبلش شريك حياتي يبص لواحده، يبص كده عارف معديه بس كده من جنب الكاميرا ما يبصلهاش. انا ده طبعي، ده فطرتي اللي ربنا فطرني عليها، ده راي ناس تانية مختلف. ناس تانية بتتحط في الوضع ده وما عندهاش دخل وما عندهاش مصدر رزق، او بتحبه جدا ما تقدرش تسيبه. ربنا يعافينا من الابتلاءات. ليه تحطوني في وضع زي ده او تفتكروا ان انا محطوطه في وضع زي ده؟ فانا بنصحكم واتشهر خلاص ان ايه ده نسمة خبرة في الزواج التاني. ليه يا جماعة؟ هو انتوا شايفيني ايه؟ انا زي ما قلت لكم قبل كده، ربنا كفى للرجاله حق مثنى وثلاث ورباع، واداكي كامل الحق وقت بس ما تبقيش مش مرتاحه، مش بس تبقي زوجه تانية، واي وقت تحسي فيه بالضرر، ضرر نفسي، ضرر معنوي، ضرر مادي، القضاء والشرع بيكفل لك حق الطلاق. ربنا ما جبرش اي حد فينا على حاجه. في ناس بيناسبها الظروف دي، انما انا كنسمه لا خالص. اوعوا تحطوني، اوعوا يجيلكوا تفكيركم او يعبر في خيالكم ان انا ممكن اعيش حاجه زي دي. الناس ظروف مختلفه،
مخي غير مخكم، قلبي غير قلبكم، احاسيسي ومشاعري غير عادي، دي ارزاق وربنا مقسمها، ربنا وحده يعلم. فانتوا يعني قمتوا هاجمتوني على الفاضي، وانا كل اللي انا عايزاه والله الاستفاده. انا اتفاجئت، انا عماله اقول هو انا يا رب طالعه اقول يعني يا ناس استفيدوا، يا ناس حسنوا حياتكم، تقوموا واخدينها حرب وقاعدين تتخانقوا مع بعض في الكومنتس، لا هي قصدها، والتانيه تقول لها لا الجواز التاني ما فيهوش مشكله، وواحده داخله تقول انا زوجه تانيه واخداه من مراته ومبسوطه قوي. يعني كميه كده نساء في الكومنتس، انا مش عارفه يعني، ما كنتش عارفه ارد على دي ولا ارد على دي. ارد على دي وابقى كويسه معاها، واحده تقولي انت بتكلميها كويس، هي زوجه تانية وبتاع، ما قمتي بتكلميها الناس كانها اللي داخل يعمل لي تعليق في قناتي كانه داخل بيتي. ما ينفعش اشتمه، ما ينفعش، ده مش اسلوبي وده مش تربيتي. نتكلم بالراحه، نتفاهم، يقنعها يا تقنعني. والله العظيم من وسط التعليقات عمري ما انسى بنت جزائريه كانت كاتبالي في يوم ادخلوا دوروا على التعليق ده، انا مش حافظه نصه، انا بسببك ما رحتش اقابل النهارده اللي كنت بتعرف عليه وكنت هبقى زوجه تانية. ده في ميزان حسناتك. دي بصوا يعني مش قادره اقول لكم، يعني خلتني اقول لا، زي ما في ناس بتنتقد في ناس برضو بتستفاد، وهي بعيد يعني واقفه على البر. وحست من كلامي في الفيديو بتاع العشيقه، وان انا بقول للعشيقه وبنصحها، حست من كلامي ان لا هي تستاهل حاجه احسن فعلا، ايه اللي يجبرها على وضع زي ده. فلو انا بتكلم على سيب الراجل، بتكلم على ما قبل مرحله الزواج خالص. لو انا فتحت لي فيديو نصايح للزوجه التانية على اللي متجوزه خلاص ودخلت وبقت عايشه في بيت خلاص بقت زوجه تانية واتفرض عليها الوضع، او هي اللي قبلت بالوضع ده، انا لا بشجع على ده ولا بنفي ده. الموضوع خلصان، مش عايزه يعني، يا ريت ما اشوفش اي تعليق يستفزني تاني ويحبطني ويخليني اقول لا انا مش هصور حاجه، انا مش داخله اعمل فتنه ولا داخله اعمل حرب ولا داخله اكرهكم في عيشتكم، انا عايزه احببكم في حياتكم واوريكم الحلو اللي فيها. فمن فضلكم الموضوع ده يتقفل خالص. اسفه على انفعالي جدا، برضو حتى لو انا زعلانه بتمنى لكم وبتمنى لنفسي كل السعاده اللي في الدنيا. اللي عجبه كلامي واقتنع برايي هستنى اللايك بتاعك هيقول لي كملي، اللايك بتاع حضرتك هيقول لي احنا متفاهمينك، احنا فاهمين قصدك، احنا عذرينك. اللايك بتاعكم بيوصل لي رسائل كتير قوي، يهمني قوي بجد. في حفظ الله، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.